الجديدة أو المعدلة التي جاءت في المشروع التمهيدي المتعلق بالدستور ليكون دستورا توافقيا يرضي جميع الأطراف. المادة 31 أحدها التي جاءت لتعزز مكانة المرأة في الجزائر. سيد أحمد هديب. المشروع التنفيذي المتعلق بتعديل الدستور والذي حمل في طياته عدة مواد جديدة أو معدلة بما فيها المادة 31 مكرر 2 التي تنص على ترقية التناصف بين الرجل والمرأة في سوق التشغيل تعزيزا لمكانتها ودورها. رحبت بها رئيسة حزب العدل والبيان على الرغم من بعض النقائص حسبها. أنا مع المادة، ولكن عندي تحفظ صغير أنها تكون ترتكز على الكفاءات، يعني المرأة اللي عندها كفاءة، مش أي مرأة فقط تجي تناصف. احنا كنقبل المناصفة، ولكن بشرط أن تكون على أساس الكفاءات التي تمتلكها هذه المرأة. مختصون في القانون الدستوري اعتبروا أن المرأة ليست بحاجة لإدراج هذه المادة لتحقق لها المساواة، بما أن دستور 96 وفي مادته 31 كفيلة بضمان المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الجنس. في تقديري أن المؤسس الدستوري لم يكن هناك أي تظاهرات لإدراج هذه المادة، لأن المادة 31 في الدستور 96 كفيلة بضمان المساواة بين المواطنين بصرف النظر عن الجنس. ليست هناك أي عوائق تحول دون المرأة للدخول في عالم الشغل، لأن التناسق هنا قد يؤدي إلى حرمان حتى المرأة في مجالات معينة. مناصفة الرجل مع المرأة في التشغيل وترقيتها في المناصب السامية بالإضافة إلى اعتماد نظام الكوطة في تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة مركزيا ومحليا معطيات تضع المرأة الجزائرية في الصدارة عربيا في مجال تبوء المناصب القيادية.